القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. وكالة قضت محكمة الناحية بولاية بنزرت التونسية يوم الخميس أول يونيو 2017 بسجن 4 تونسيين شهرا كاملا بعدما أكلوا ودخنوا نهارا في شهر رمضان بحديقة عامة، وفق المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بنزرت شكري حمر. وليس في تونس قوانين تمنع الأكل وشرب الماء نهارا في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، لكن النقاش حول هذه المسألة يعود سنويا خلال هذا الشهر، حيث ينص الدستور التونسي في فصله السادس أن الدولة كفيلة لحرية المعتقد والضمير، لكنه ينص أيضا على أن الدولة تلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها. ويأتي الحكم في وقت تطالب منظمات حقوقية السلطات بحماية حرية الضمير المنصوص عليها في دستور البلاد لسنة 2014، وإثر دعوى نشاط إنترنت للتظاهر يوم 11 يونيو للمطالبة باحترام الحريات الفردية. وحسب تقارير إعلامية محلي، فإن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بنزرت اعتبر أن المفطرين الأربعة اعتدوا على الآداب العامة عندما أكلوا ودخنوا في حديقة عمومية بصورة استفزازية خلال شهر رمضان في دولة ينص دستورها في فصله الأول على أن الإسلام دينها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.